السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري شحن آخر دفعة من المستلزمات المدرسية. اختتمت اليوم الثلاثاء بمطار هوري بومدين الدولي مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لتوزيع الأدوات المدرسية على تلاميذ الأسر المعوزة بشحن آخر دفعة من المستلزمات عبر الخطوط الجوية الجزائرية إلى ولاية أضراب. وحسب ما أوضحه رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا في تصريح للصحافة، فإن هذه العملية التي عرفت توزيع كميات معتبرة من الأدوات المدرسية ومست عددا من ولايات الوطن تمت بالشراكة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ساهمت في نقل هذه المستلزمات إلى الولايات المعنية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الولايات. وحسب ذات المصدر تتوفر هذه المساعدات على كل ما يحتاجه تلاميذ العائلات المعوزة لمزاولة دراستهم الموسم الدراسي 2025-2026 بكل أريحية. وجاءت هذه المبادرة حسب مولا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضمان أحسن الظروف لانطلاقات الموسم الدراسي الجديد وتخفيف الأعباء على العائلات، حيث تم التحضير لهذا الموسم لمدة 8 أشهر كاملة من طرف مختلف الشركاء المعنيين من السلطات العمومية والسلطات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين. وأكد مولا أن الدخول المدرسي للموسم الحالي شهد ارتياحا كبيرا لدى الأسر من حيث الأسعار المستلزمات المدرسية التي كانت في المتناول ووفرتها في السوق، بدور مختلف الشركاء الاقتصاديين في الدعم من هذه العملية ومساعدة العديد من العائلات المعوزة عبر الوطن. وتم في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2025-2026 وبالتنسيق مع السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين تنظيم معارض جهوية كبرى على مستوى الولايات ومعارض ولائية ونقاط تسويق محلية لتوفير الأدوات المدرسية للأسر بأسعار